السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأخيرا تم نشر لوائح المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات ولو سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة نوفمبر 2025، وذلك بعد طول الانتظار، حيث كان مقررا الإعلان عن ذلك يوم أمس يوم 17 نوفمبر، ولكن تأخر تقريبا لمدة 24 ساعة، وهذا هو الإعلان الرسمي. تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن لوائح المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات ولو سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة نوفمبر 2025، المقرر إجراؤها يوم السبت 22 نوفمبر 2025. يعني تم نشر اللوائح، ويوم السبت إن شاء الله سيتم إجراء الاختبارات الكتابية. فعلى المترشحين والمترشحات المقبولين لحضور أو الحضور إلى مراكز إجراء هذه المباريات، وذلك وفق التحديدات المشار إليها باللوائح المذكورة، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء لاجتياز هذه الاختبارات. يعني اي واحد يعني لقى راسو في هاد اللوائح هذه كتعتبر هذا الاعلان هذا يعني استدعاء مباشر، يعني بلا ما يصيطوا له استدعاء للدار لاجتياز هذه الاختبارات الكتابيه ان شاء الله. وبطبيعة الحال يمكن الاطلاع على هذه اللوائح ومواقيت إجراء الاختبارات سالفة الذكر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.man.gov.ma.